لو لسه محتار تكمل في وظيفتك الثابتة ولا تغامر وتستقيل وتروح تفتح بيزنس خاص بيك أو تشتغل فريلانس ومش عارف بالظبط ايه القرار الصح، تعال أقولك ايه الأنسب ليك حسب شخصيتك. وأنا يمكن أحسن واحدة هفيدك في الموضوع ده لأن أنا جربت الاتنين. اشتغلت في وظيفة ثابتة، وظيفة واتنين وتلاتة، وبعدين عملت بيزنس خاص ومجربة الاتنين وعارفة كويس ده ينفع امتى وده ينفع امتى. في 4 أسئلة اسألهم لنفسك عشان تعرف انت اكتر هيبقى مناسب ليك انك تكون موظف ولا ان انت تفتح بيزنس او ان انت تشتغل فريلانس. ويمكن اخر سؤال هيبقى اغرب سؤال شويتين 3، بس هفهمك كل حاجة واحدة واحدة. السؤال الأول، انت بتعرف تتعامل مع ضغط توتر ان ممكن يكون مفيش استقرار مادي؟ يعني عادي بالنسبة لك ان فترة تبقى شغال ومعاك فلوس والدنيا تمام وفترة تانية لا، الوضع مش احسن حاجة؟ بس قبل ما تجاوب على السؤال ده عايزاك تحط في دماغك فكرة مهمة جدا، ان اي فيديوز انت تسمعها عن حد بدأ مشروع ونجح وضرب، او عمل صفحة على النت وبقت براند وبقى مشهور وبيبيع بالالوفات والملايين، هو ما عملش ده في يوم وليلة ولا حتى في شهرين أو 3. ألف ب إدارة إن أنت لما بتفتح أي مشروع بتقعد على الأقل 6 شهور تسدد في رأس المال بتاعه. الحاجات اللي أنت بدأت بيها المشروع حتى لو صفحة أونلاين بتقعد فترة عشان تسدد تمن الإعلانات اللي أنت هتعملها والتسويق اللي أنت هتعمله. فالموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج على الأقل 6 شهور عشان تبدأ تقول ها أنا كسبت، الفلوس اللي داخلالي دي هتبقى بداية الربح. ونفس الفكرة الفريلانسر اللي بيطلع يقولك أنا من ساعة ما اشتغلت عمل حر بقبض بالدولار وبالألوفات والدنيا ماشية معايا حلو. ما هو برضو أيام بيبقى عنده كلاينتس أو عنده عملاء وأيام تانية لأ، والدنيا بتبقى هادية وساكتة. عشان كده بقولك إن الموضوع مفيش فيه استقرار مادي، وده مش عيب في الفكرة، ولا أنا بقولك لأ ما تعملش بيزنس ولا إن أنت تشتغل عمل حر. الموضوع حلو وحلو قوي، بس لو أنت عندك القدرة على كده، لو أنت عندك القدرة إنك تقعد يوم معاك فلوس ويوم لأ، والدنيا تمشي حسب الموسم وحسب السوق وحسب الشغل وحسب المجال اللي أنت فيه. فلو أنت هتقدر تستحمل الضغط والتوتر من الفكرة دي، تمام، يبقى انت حلو جدا ان انت تسيب شغلك وتبدأ بيزنس او ان انت تشتغل فريلانس. لكن لو انت بتحب الاستقرار وتعرف انت كل شهر هتقبض كام وهتقبض امتى وعندك التزامات وبتحدد ميزانية معينة، يبقى لا، الانسب ليك ان انت تفضل في وظيفة. تاني سؤال، انت شخص منظم ولا لا؟ بتعرف تحط لنفسك خطة وتلتزم بيها وتمشي عليها، ولا انت احسن في التنفيذ؟ لازم حد هو اللي يحط لك الخطة ويبقى عنده الرؤية ويقول لك تعمل ايه، وانت شاطر جدا ان انت تنفذ الخطة دي زي ما هو طالب وزي ما المفروض يحصل. لو انت من النوع الاول اكيد هيبقى سهل ليك ان انت تشتغل فريلانس او يبقى عندك بيزنس خاص بيك. لكن لو انت من النوع التاني فاكيد الوظيفة هيبقى احسن عشان يبقى فيه مدير او مشرف هو اللي يساعدك. السؤال الثالث، هل انت بتعرف تحفز نفسك وعندك الحماس والطاقة اللي تخليك ان انت تجرب حاجة مختلفة ولا لا؟ ولو بدأت حاجة بتعرف تكملها لآخرها وتتقبل النتيجة سواء انت نجحت او فشلت؟ ولو فشلت يقدر ان انت يبقى عندك الصبر انك تقع وتقوم وتجرب مرة واثنين وثلاثة؟ ولا انت مش من النوع ده خالص، بتحتاج التحفيز او التشجيع من الناس بره، او ان حد يقولك انت كده ماشي صح او ماشي غلط؟ او لو وقعت في مشكلة او بدأت حاجة وما كملتش على خير او فشلت تكتئب وتحبط وتقع وما تقدرش ان انت تحاول مرة تانية او تالتة؟ او انت عامة من النوع اللي بيجيلك حماس انك تبدأ حاجة جديدة وتقول يلا بينا ويبقى عندك تحفيز وحماس مش طبيعي، واول ما تبدأها تزهق وما تقدرش ان انت تكمل للآخر؟ طبيعي لو انت ردودك كلها شبه الجزء الاولاني اللي انا قلته، ان انت تقدر تشتغل فريلانس او يبقى عندك بيزنس، لكن النوع التاني ما ينفعش غير ان انت تكون موظف. اخر سؤال واللي ناس كتير بتستغرب لما بسأله ايه علاقة ده بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، انت اجتماعي ولا لأ؟ يعني انت بتعرف تتكلم عن نفسك، تتكلم عن شغلك، تسوق لنفسك ولشغلك ولمجالك او للخدمة اللي انت بتقدمها او المنتج اللي انت بتبيعه؟ ولا بتتكسف وبتقعد ساكت وما بتعرفش تتعامل مع الناس او تتعامل مع عملاء، او بتتحرج ان انت تتكلم عن نفسك للناس تشوفها ان انت مغرور او شايف نفسك عليهم؟ لان الشغل فريلانس محتاج جدا ان انت تكون ذكي، عندك مهارات تواصل، بتعرف تحسس الناس بقيمتك كده وتعرف تبيع.
الشغل في الفريلانس او الشغل في البيزنس الخاص اهم حاجة فيه الايمج. باختصار، الموضوع مش ايه احسن من ايه ولا ايه بيكسب اكتر من ايه، الفكرة كلها انت شخصيتك وطبيعتك لايقة على انهي اكتر، هتنجح في انهي اكتر. لان ممكن انا شخصيتي تليق في العمل الحر وانت شخصيتك ما تنفعش غير موظف، لو بدلنا الادوار مع بعض احنا الاتنين هنفشل وهننهار ومش هنعرف نكمل حياتنا. ولو تعرف حد من اصحابك هو كمان محتار ياخد انهي قرار، ابعت له الفيديو ده وفكروا مع بعض بهدوء وخدوا رأي بعض عشان توصلوا للقرار الصح. وما تنساش ان انت تساعدني بان انت تعمل لي لايك وتعمل لي اشتراك على اي منصة انت تتفرج عليا عليها.